بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في غرب سومد. لو انا عندي مكان زي ده اهو، زي المكان اللي احنا شايفينه، حق انتفاع بيبقى في بعض المناطق زي غرب سومد في اكتوبر، وعايز ازرع المكان ده وعايز اخطط صح. اخطط صح يبقى الشجر عندي في خط مستقيم، ما اجيش في النص واحط شجره ليمون زي الشجره اللي هناك بعيده دي. خلاص، مكان زي ده ما اجيش في النص كده واحط شجره ليمون اللي رايح واللي جاي بعد كده هيلطش فيها. ليمون، نخل، اي نبأ، اي نبات، اي شجر بيعمل شوك يتحط في الاطراف، في الاركان، في الزوايا، في الزاويه زي دي كده، هي اللي مصورينها بعيد، في الزاويه البعيده دي اهي. خلاص، في زاويه زي دي. طيب لما باجي اجهز الارض بعمل ايه؟ بصوا، شايفين الرسمه اللي احنا راسمينها دي 50 في 50 في 50 في 50. نعمل جوره العرض بتاعها كده، خلاص، المربع بتاعها 50 في عمق تحت 50، ونطلع التراب ده بره. التراب اللي هيطلع من الجوره دي بره هنا هنحط عليه كلاتي، سبله، سوبر فوسفات ثلاثي، سلفات نشادر، جميل، كبريت، زنك، بوتاسيوم. ادي 5 عناصر نحطهم مع السبله على التراب اللي طلع. ادي الحفره اهي محفوره اهي. خلاص، نروح واخدين التراب ده تاني ومرجعينه بالخلطه اللي عملناها في الحفره تاني هنا، ونخمرها، يعني نديها ميه كل يوم لمده 10 ايام على الاقل. 10 ايام على الاقل. لو دخلنا في فتره الصيف، يعني بنزرع في شهور الحر، نديها ميه كل يوم لمده 15 يوم على الاقل. الهدف من اعداد التربه للزراعه كالاتي: اولا انا بفكك التربه دي، بفكك الارض. يعني ايه بفكك الارض؟ الارض دي بتبقى صلبه، والشتله اللي بتيجي شتله بتبقى صغيره، بيبي لسه صغير. لما بحطه افحت على قد الشتله بس واروح مساطه، بيقعد البيبي الصغير ده عايز يكسر في المحتوى اللي حواليه من ايه؟ من التربه الصلبه عشان يمشي، فممكن مع الوقت يتخنق ويروح ايه؟ يموت ويسيبك ويقول لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلاص، يبقى انا الهدف من اعداد التربه دي للزراعه هو تفكيك التربه حوالين الشتله. بحط الشتله كده على الارض على طول. الهدف منه اضافه ماده عضويه، عشان بعد كده لما احط الاسمده المعدنيه النبات يستفيد اكتر، بيضمص المعدن، بيضمص على الماده العضويه. والهدف كمان هو غسيل الاملاح اللي موجوده في الارض. ارض جبل، الاراضي اللي احنا بنزرع فيها في البيوت سواء في اكتوبر، في التجمع، في الشروق، في العبور، دي كلها ارض جبل، يعني فيها ملح. فلما بزرع الارض مباشره، الشتله مباشره بدون غسيل التربه وتجهيز التربه، الملح بيجي على الشعيرات الجذريه بتاعت النبات وبياكلها، والشتله بتتشعوط، تلاقيها تتشعوط من فوق وتنشف وتموت. يبقى دي خطوات تجهيز الايه؟ الارض للزراعه. بفكك التربه، بضيف ماده عضويه، بضيف ماده معدنيه، خلاص، وبغسل الايه؟ الاملاح اللي موجوده في الارض. خطوات تجهيز الارض للزراعه قبل الزراعه في اي حديقه منزليه ده حاجه اساسيه لابد منها، لا نغفل عنها اطلاقا.